المحيط الفني بالنسبة للفنان يلعب دور كبير في تطور الفنان وفي نجاح الفنان. راح نتكلم اليوم على الفنان رضا الطلياني. راح نشوفوا لا ديفيرونس بين الفنان رضا الطلياني لما كان هنا في الجزائر، لما كان عايش في محيط فني احترافي، وراح نشوفوا أداء رضا الطلياني لما غادر الجزائر وعاش في محيط لا يشجع إطلاقا على النجاح. شوفوا معايا رضا الطلياني في حفل ساهر في باريس هنا لما كان في الجزائر. الراي راي مالا 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 تيرا دا 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 ومرة يصيد باجو يانا مرة سهر دين هاد الليلية ولا ما ديروش هاكو هاك هاكو هاك ردوا لي حبيبتي يا دلالي يا تيرا دا 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 قلال شريكي القلال ويلا القلال شريكي القلال. رضا الطلياني هنا في حفل في باريس سنة 2007. في 2007 رضا الطلياني مازال هنايا في الجزائر، وهذا حفل أحياه في فرنسا في باريس. لاحظوا معايا، لاحظوا كاينة لقطة مهمة جدا هنا. لا موسيقى القلال، القلال سي التراث الجزائري. يا سكيورتي خو جنرال وفيف راشيري عمك يحيى راشيري فيف راشيري. لاحظوا معايا الاداء، سمعنا الاستخبار اداء رائع بالنسبه للاستخبار. لاحظوا معايا الصوت، هذه 2007. فيف راشيري لاحظوا معايا الجماهير، شوفوا الجماهير اللي هنا بالالاف. لو كان قعدت غير في بلادي كنت نصومي لونير واش داني نتبع قلبي حتى وليت مشارير. لو كان قعدت غير في بلادي كنت نصومي لونير كيف كيما بقيت نتبع قلبي حتى وليت مشارير. واش داني نعشق سين الكابري جوزيفين ما درتي فيا صالحي ونكوتي الروح. وهذا حفل قلت في لما كان رضا الطلياني في الجزائر. لاحظوا معايا اليوم رضا الطلياني في حفل في باريس سنة 2025، هذه لما غادر الجزائر نهائيا وما زادش رجع. وراح نتكلم عن المحيط الفني بالنسبة للفنان. لاحظوا معي. حفل كله موسيقى صاخبة وصراخ ويعني صفر أداء، أقسم بالله صفر أداء صفر فن. هنا نتكلم عن المحيط الفني. هنا تبان باللي المحيط الفني الجزائري يصنع من الفنان نجم، يصنع من المغني فنان، ويصنع من الفنان نجم. الجمهور الجزائري هو اللي يطلعك، هو اللي يرجعك سوبر ستار. هذه بالنسبة للجمهور. ما راح نتكلم على الجمهور، راح نتكلم على المحيط الفني وعلى الظروف الفنية في الجزائر. الجزائر اللي هي بلاد الفن وبلاد الراي، الجزائر اللي توفر على موسيقيين من أعلى مستوى، تتوفر على كتاب كلمات وعلى قصائد
من اروع القصائد الفنيه الغنائيه اللي يقدروا يغنيوها فنانين وتساعدهم في التطور وتساعدهم ايضا في النجاح. الجزائر تتوفر على استوديوهات تسجيل من اعلى مستوى، استوديوهات من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. الجزائر اللي تتوفر على دور الانتاج، لي زيديسيون اللي يخدموا بروفيسيونال محترفين، لي زيديسيون اللي يخدم معاهم خالد واللي يخدم معاهم مامي واللي يخدم معاهم حسني واللي يخدم معاهم نصر واللي يخدموا معاهم فنانين كبار. مجرد ما رضا الطلياني غادر الجزائر طفى نهائيا، طفى نجم رضا الطلياني. رضا الطلياني انا من عشاق رضا الطلياني، فان تاع رضا الطلياني حاليا وما زلت نسمع اغانيه، وحاليا رضا الطلياني مازالوا اغانيه مازالوا طوندونس. جوزيفين لما ظهر اول مره في الساحه الفنيه ظهر بجوزيفين، لحد الان مازال جوزيفين طوندونس، مازالت سوكسي، مازالت جوزيفين اليوم الدور في مواقع التواصل الاجتماعي، ومازالت الدور في الاعراس، ومازالت في الحفلات وفي لي دي جي انترناسيونال. بدا بجوزيفين وبعد ذلك خبز الدار ياكلوا البراني مع اديسيون الدنيا، على قلت دي زيديسيون اللي يخدموا بروفيسيونيل. جوزيفين وبعد ذلك خبز الدار ياكلوا البراني سنه 2005 وجميع الالبوم جميع اغانيه سوكسي، جميع الاغاني تيتر. وبعد ذلك البوم 2007 اللي كان هو اخر البوم هنايا في الجزائر، البوم صندوق العجب، فيه ايضا اغاني هايله، اغاني توب. لكن مجرد ما غادر رضا الطلياني الجزائر وراح للمغرب طفى فنيا. هنا يبين باللي المحيط الفني الجزائري يلعب دور كبير في تطور الفنان وفي نجاح الفنان، والمحيط الفني للأسف المغربي الذي لا يساعد إطلاقا على النجاح الفني. شوفوا أمامكم، شوفوا الأداء، شوف الأداء. سمعنا قبيل، سمعنا استخبار، سمعنا موسيقى قلال، شفنا العلم الجزائري، شفنا الجمهور يفرح ويزهى. راح نهائيا، راح، ما كانش رضا الطلياني هنايا في هاد لاسين هذه، ما كانش.